استنى يا عم عبده جاي بس. ايوه يابا. لازم نتكلم عن ميسي. تتكلموا عن ميسي انت لازم تقولوا حقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله اهو بعد ما شفنا الماتش كان جامد جدا. طبعا معايا اتنين اصلا فرنسا وباين على وشهم الحزن، بس مش مشكلة، فاموس ارجنتينا. المهم النهارده عاوزين نتكلم ونحلل الماتش تقريبا من اجمد الماتشات اللي انا بالنسبة لي من اجمد الماتشات اللي انا شفتها في حياتي ما شفتش ماتش بالطريقة دي. ايه رأيكم؟ لا بصراحة يعني ماتش ما كانش متوقع خالص. يعني كله قال ان فرنسا خلاص طلعت، حتى كله قال ان فرنسا خلاص طلعت، بس لا يعني كان ماتش جامد قوي. مبابي برضه هاتريك جامد قوي. مبابي تعب معانا جدا، ده معلش سهرناه. ما بيتعبش لا ما بيتعبش خالص بجد. وبرضه حسيت ان المدرب اسمه ايه ده، ما اعرفش اسمه ايه، ديشامب بس حسيته استعجل لما طلع ديمبلي وجيرو، حسيته استعجل حب يضمن الماتش. بس هو نزل لعيبه البدني بتاعها يخوف. بس عملوا شغل لما نزل عملوا اللي هو ماركوس تورام دوت. عملوا شغل جامد قوي، هزوا دفاع الارجنتين. الحركه دي عجبتني بحيث ان هي حركه ذكيه، ان انت لما تخلي الارجنتين تلعب لحد الدقيقه 70 ويخلصوا خلاص نفسهم يتقطع، بتنزل لهم شباب. الحته دي عجبتني جدا. ومبابي ما شاء الله عليه الصراحه قتال في الملعب، جايب هاتريك عظيم الصراحه حقيقي، هو اللي انقذ فرنسا. بامانه يعني. لازم نتكلم عن ميسي. تتكلموا عن ميسي انت لازم تقولوا حقيقة. لازم دلوقتي ما دام جبنا سيرة كاس العالم وما دام جبنا سيرة كرة القدم والمتعة اصلا، لازم نتكلم عن ميسي، ولازم انتوا كمان تتكلموا عليه، لازم تقولوا الحقيقة. يعني بصراحة يعني هو كان عامل شغل جامد قوي طول البطولة، من حقه يرفعها بصراحة. بس مش عارف بس هو رفعها في الاخر. صراحة ميسي من اللعيبة اللي انا بحبها الصراحة وبحترمها جدا. هو انا بحبه الصراحة، لعبه جامد جدا الصراحة، يعني لعيب. بس صراحة انا بحب فرنسا وكانت تستحقها الصراحة. كانت تستحقها بصراحة، عملوا شغل جامد. انا ميسي طبعا لو قعدت السنة الجاية ولا سنتين 3 4 5 سنين كمان مش هعرف اقول حاجة عن الكورة بتاعته، عن دماغه في الملعب، ازاي شايل الارجنتين اصلا. واعتقد بجد ان هنقعد سنين كتير عشان نشوف واحد زيه بعد ما ميسي يعتزل. انا بالنسبة لي لما ميسي يعتزل يبقى الكورة خلصت وخلاص، ده اخر كاس عالم بالنسبه لي، اخر كاس عالم. ودي حاجه انا يعني في نفس الوقت ان انا فرحان الارجنتين بتكسب كاس العالم، زعلان ان ده اخر واحد لميسي بجد. ما اعتقدش ان في حد كسب اهو الحمد لله ان هو الحمد لله. فرحه بجد كانت رهيبه. برضه الكوره حبت تكافئه في اخر البطوله. لازم يعني تشكره على اللي هو عمله فيها. لازم هو عمل فيها كل حاجه بجد. يعني ميسي عمل كل حاجه واجتهد ووصل لنتائج محدش وصل لها حرفيا، ولا اللي قبل كده واللي جاي ما اعتقدش هيقدر الا لما في دور المجموعات، دور ال16، دور ال8. يا صاحبي جايب 6 ضربات جزاء يعني. بس سجل وعامل ارقام قياسيه زي زيزو كده عندنا برضه. والله ايوه. احساسكم ايه طيب في ضربات الجزاء والوقت الاضافي؟ انا كنت متاكد ان فرقه فرنسا كلها هتسجل الا مبابي ضربات الجزاء، لان هو شاط ضربتين والثالثه يعني صعب خلاص بقى. احنا كلنا قلقنا برضه قلنا، بس هو الوحيد اللي سجل، هو اسمه ايه ده التاني، والباقي كله ضيع. اللعيبه بتاعت فرنسا كانت داخله مقلقه، هي من ساعه ما كومان ضيع انا قلت خلاص هو الماتش ده ضاع. الارجنتين كلها لعيبه في ضربات الجزاء. انا بصراحه كان توقعي غير كده خالص. توقعي لو كنا وصلنا لضربات جزاء قلت خلاص الارجنتين طلعت، بس بجد فاجئوني ولا عاش ليهم كلهم بصراحه، والحارس طبعا مارتينيز طبعا قوي بصراحه يعني
دارس كوره بجد، اللي هو عارف ده بيشوط فين دارسهم كلهم. ده كان عامل بطوله جامده بصراحه. واخر كوره بتاعت فرنسا اللي هو شالها بصراحه يعني. دي احنا كلنا اللي كنا بنشجع الارجنتين قاعدين خلاص هنموت فيها. دي كانت في اخر دقيقه بالظبط. وشالها وقلبت بهجمه هناك برضو. بس الدفاع شالها. لا الدفاعين كانوا جامدين بصراحه. نهائي على مستوى عالي بصراحه يعني. برضو ما اعتقدش هيتكرر تاني في كاس عالم تاني الا بعد كتير. والختام اللي قطر عملته ده كان جامد قوي. قطر في حته تانية حقيقي. قطر في حته تانية بالتنظيم الرهيب والتكنولوجيا اللي احنا شفناها دي والكرياتيفيتي. لا حاجه رهيبه جدا وبجد حاجه تفرح يعني. وهنتكلم مثلا عن الجوائز. فطبعا مارتينيز الجولدن جلوف فدي حاجه مستحقه جدا طبعا ليه بالشغل اللي هو عمله طول البطوله مش في النهايه بس. وبالنسبه ان امبابي الهداف طبعا فيستحقها اكيد اهدافه كتير وكلها ما شاء الله يعني حلوه. طبعا ان ميسي ياخد الجولدن بول فده لازم، ده طبيعي. واحد واخد كل الالقاب دي. هو كده ميسي مفيش لقب ما خدهوش، مفيش بطوله ما خدهاش، فعايش بجد. هو خلص على اللعبه كلها اصلا. اكيد طبعا. برضو كان في عندي تعليق في حته كده. لما طلع دي ماريا بدري. لقطتها انت. انا بعمل شغل عالي قوي الصراحه. دي ماريا كان شايل الحته دي. كمان في حاجه ان احنا لازم نتعلم بجد، ودي نتعلمها من الكوره. ما تحتفلش بدري. وابو تريكه قالها. ابو تريكه قال ما ينفعش الارجنتين تحتفل ابدا وهم كاسبين 2-0. انت متخيل؟ بس ما نحتفلش بدري لان اللي حصل هو السيناريو اللي حصل. فرنسا جابت في 3 دقايق الجون الاول والتعادل، وكانوا رايحين يجيبوا الثالث كمان ويخلصوا الماتش بتاعهم في 5 دقايق. فهي دي الفكره، ما ينفعش نحتفل بدري ابدا. لازم كل حاجه تبقى بهدوء كده وبثقه. كريستيانو بس برضه كريستيانو ده عمهم. عاوز برضو اوجه التحيه لكل البلاد العربيه اللي شاركت، السعوديه، قطر، تونس، المغرب. بجد رجاله وشرفتونا. وكده نبقى خلصنا حلقتنا. وطبعا فاموس ارجنتينا وببارك لكل الارجنتينيين وارض لك لفرنسا والفرنسيين اللي بيشوفونا. على عيني طبعا، على عيني وعلى راسي. ان شاء الله اشوفكم في حلقه تانية. خلصت كاس العالم بس مكملين ان شاء الله في حاجات تانية كتير. السلام عليكم.